عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا النهاردة سريعة لكنها مهمة وحصرية، ومش هقول لك اعمل شير ولايك واشترك في القناة. هبدأ في الموضوع على طول، بس قبل ما أبدأ في موضوع الرئيسي عاوزك تكتب لي في التعليقات بعد ما نخلص: هل متوقع زيزو هيسافر للشباب السعودي ولا هيبقى مع الزمالك؟ ونبدأ في مشروعنا، نبدأ في موضوعنا أو خبرنا الأساسي اللي هو زيزو. الموضوع اللي موجود على السوشيال ميديا كلها أو شاغل الوسط القروي كله في مصر. زيزو في الفيديو اللي فات قلنا إن هو كان اتعرض عليه عرض من الشباب السعودي. العرض ده كان حوالي 5 مليون دولار، وده قيمة زيزو التسويقية، وعرض كبير جدا. وغير ان هو هياخد في الموسمين 100 مليون مصري، يعني 50 مليون 50 مليون. ده قلناه في الفيديو اللي فات، وهسيب لكم الرابط في الوصف تسمعوا الاخبار اللي قلناها. وكمان قلنا ان والده اخذ العرض بتاع الشباب السعودي وراح اجتمع مع احمد مرتضى منصور رئيس الزمالك المؤقت، لكن هم الزمالك قال له ان العرض مرفوض، ولو عاوز تمشي هات لنا عرض يصل ل 15 مليون. واعتقد ده عرض صعب جدا، غير اللي انت هتعمل فيديو تقول فيه ان انت اللي عاوز تسيب الزمالك. لكن احنا مش هنسيب زيزو. طلع رئيس نادي الزمالك السابق قال ان مش هنسيب زيزو حتى لو بمليار دولار. ده اخر حاجة حصلت، وقلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات، وقالت زيزو مشي وهو مش مبسوط. طب ايه الجديد عندنا النهارده؟ الجديد عندنا النهارده ان اولا الشباب السعودي رفع المقابل المادي ل 8 مليون دولار. ده غير قصر خاص، غير سيارة خاصة، غير ان هو يقدر اي وقت يسهلوا له امور ان هو يدعو ايا كان او اي عدد من اصدقائه لزيارة السعودية، اذا كان طبعا امور العمرة امور الحج هيبقوا في السعودية فترة. يعني بيقدموا تسهيلات كتير لزيزو عشان يوافق وللزمالك. ده الجديد. الخبر الاجدد بقى الرئيسي بتاعنا ان الصحفي خالد طلعت قال لنا على صفحته الشخصية هنا. خالد طلعت قال: عاجل وخاص، الزمالك يوافق على بيع زيزو للشباب السعودي. ده الخبر الحصري اللي كابتن خالد طلعت او الصحفي خالد طلعت قاله لنا على صفحته. وكمان قال له: الف مبروك يا زوز، ان شاء الله تكسر الدنيا وتكون ارقامك احسن من رونالدو ونيمار وبنزيما. المفروض انا اخد 10% من قيمة عقدك، عشان العقد ده جالك بسبب الاحصائيات اللي انا بعملها لك. اذا الصحفي خالد طلعت بيأكد لنا على صفحته ان الزمالك وافق على بيع زيزو، طبعا اكيد بعد رفع المقابل المادي، لان الزمالك في وضع سيء جدا، فمحتاج فلوس عشان يقدر يسدد اي فلوس عشان يحل مشكلة القيد، وغير ازماته الكتير. طبعا زي ما احنا عارفين اللعيبه ليها فلوس بقالها 6 اشهر، وبدا محمد صبحي زي ما قلنا يهدد بالشكوى، واللعيبه الاخرى هتعمل زيه. وزيزو بدا اللي هو يعمل مذكره ان هو ما خدش فلوسه لمده 6 اشهر. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات برضو، اللي هسيب لكم زي ما قلنا التعليق الرابط بتاعه في الوصف، ان زيزو عقده ما فيهوش شرط جزائي، فيقدر ان هو يمشي من النادي في اي وقت هو عاوزه. طيب ده اول خبر. ايه الخبر الثاني؟ الخبر الثاني اللي يخص نادي الزمالك ان محمد عبد الشافي اللاعب الخلوق، اللاعب المهم في الزمالك، كان قرر ان هو يعتزل. تراجع عن قرار اعتزاله، واسوريو قال ان هو متمسك بيه الموسم القادم ومحتاج مجهوداته في الموسم القادم، و90% هيبقى عبد الشافي موجود في الزمالك الموسم القادم. وخبر تاني: اسوريو اجتمع مع عبد الواحد السيد واجتمعوا مع اداره الزمالك، وقال لهم انا محتاج 3 صفقات في الموسم الجديد. لكن الزمالك طبعا اداره الزمالك اعتذرت ان هي دلوقتي ممنوعه من القيد ومفيش موارد ماليه، فبالتالي قالوا له اول ما نحل مشكله القيد هنجيب لك الصفقات اللي انت عاوزها. وادوا له شهرين لانه كان ليه شهور متاخره من الفلوس، وباقي له شهر واحد. ده فيما يخص اخبار نادي الزمالك. بالنسبه لاخبار النادي الاهلي نجح ان هو يجدد مع العبقري كولر 3 سنين، او يمد عقده ل3 سنين. وطبعا كولر زي ما احنا عارفين 5 بطولات في موسم، دوري مهزوم فيه ماتش واحد بس او مباراه واحده فقط، ويعني نقول ياخد الفول مارك. زي
كولر جدد 3 سنوات بس في انتظار ان هو يجي يوقع على العقد، لكن اتفقوا على الماليات وعلى كل حاجه، وهو متمسك انه يقعد في الاهلي عشان زي ما هو قال ان انا متمسك ان انا اكمل مشروعي في نادي الاهلي. الخبر الثاني اللي يخص نادي الاهلي ان زي ما قلنا قبل كده ان كابتن خالد بيبو بقى مدير الكره مكان كابتن سيد عبد الحفيظ، فوليد سليمان اتعين مكانه او مسك مكانه قطاع الناشئين. الخبر بقى بيقول ان كابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه اللي هو الخلوق محبوب من الزملكاويه والاهلاويه، مؤمن زكريا لجنه اداره الكره في النادي الاهلي عينوه مساعد لكابتن وليد سليمان في قطاع الناشئين. بنقول له مبروك وان شاء الله يؤدي عمل جيد. كابتن مؤمن زكريا من الناس المحبوبه واللي يشرف اي حد يشتغل معاه. ودي كانت اخبارنا النهارده، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه، واكتب لي في التعليق هل زيزو هيسيب الزمالك ولا مستمر مع الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.